السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندك مكان فاضي هاتيلك شويه فراخ حلوين كده ياكلوا بقايا الاكل اللي بتفضل منك بدل ما ترميها خساره. البيض غلي دلوقتي، هياكلوا الاكل بتاعك وهتاخدي بيض منهم حلوه هيغنيكي انك تشتري الكرتونه بقد كده. انا كنت جايبه الفراخ دي بقد ايه؟ كنت جايبه الفراخ الكبيره دي الواحده ب 75 جنيه، كنت جايباهم كبار كده. اما الديوك ديت كنت جايباها اصغر من كده، كانت دي من 30 ل 25 جنيه، حلوين جدا بياكلوا بقايا الاكل بتاعك. هتجيبيهم وتحطيهم لو عندك مكان، حسب المكان اللي عندك هتجيبي الكميه اللي تكفيه. والهري اللي بيفضل منك الاكل، فضل ما عندك شويه عيش، حبه رز بتاع، بدل ما ترميهم خساره هتحطوهم للفراخ بتاعتك هياكلوها، او شويه خضره او حاجه هتخرطوهم لهم وهياكلوا، وهتلاقي البيض عندك باذن الله ولا هتشتري ولا حاجه. تربيه الفراخ البلدي دي يا حبايبي سهله وبسيطه، ما بتاخدش منك اي مجهود خالص. انت كل كام يوم كده بتنزلي تروقي لهم المكان اللي تحت منهم وتنضفيه. تربيتهم سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين كده حبايبي، مش بتكلفك اي حاجه، مش محتاجين نور ولا حاجه، مش زي الفراخ البيضه لازم تحط لهم لمبه عشان تدفيهم وكده. الفراخ البلدي ما بتحتاجش الكلام ده خالص، ولا محتاجين عليه علف ولا حاجات من دي. انت بتحط لهم بس الحاجه اللي اول ما بتجيبوهم بتوكليهم شويه علف اسبوع ولا حاجه، وبعد كده بتوكليهم الهري بتاعك، فبيفضلوا الفضلات بتاعت الاكل بتاعتك، وبيفضلوا عندك بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، ما بياخدوش منك حاجه. كل الموضوع ان انت كل كام يوم بتنزلي تروقي لهم المكان بتاعهم، ولو انت مش فاضيه او مشغوله او حاجه ما تقلقيش عليهم زي الفراخ البيضاء انك انت لازم كل شويه تنزلي لهم الفراخ البيضاء. لكن دي لو انت حطيتي الاكل في الصبح وما نزلتيش الا اكتر من يعني اخر اليوم، او رحت لهم